فكر قبل ما تتجوز. أقولها لك تاني، فكر يا ابن الحلال قبل ما تتجوز. تفتكر اني قلت لك بلاش؟ ليه بقى؟ انت متخيل الدهب النهارده بكام؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا. الدهب بقى اغلى من اي وقت عدى، كل يوم يصحى يقولك صباح الخير انا زدت شويه. ايه القصة؟ ليه الاسعار مولعة بالطريقة دي؟ واللي كان شايل فلوسه على جنبه وبيقول هشتري دهب وامن نفسي، دلوقتي بقى شايفه بيطير لفوق وخلاص مش قادر يشتريه. في الحلقة دي هنفهم مع بعض ليه سعر الدهب طاير للسما. هل هو نقص في المعروض، ولا الناس بتشتريه بجنون، ولا في اسباب تانية خفية محدش واخد باله منها؟ وايه البدائل اللي ممكن الناس تلجأ ليها للاستثمار الآمن؟ يلا بينا نشوف القصة من اولها، وهنبدأ بليه الاسعار بتزيد كده. الموضوع ليه كذا سبب، أولهم إن الذهب طول عمره بيزيد وقت الأزمات، ولأن العالم كله دلوقتي في حالة قلق الناس بتجري عليه كملاذ آمن، يعني الناس بتشتريه أكتر، ده بيخلي الطلب يزيد. فلما الطلب يزيد والأسعار العالمية تزيد إحنا هنا بنتأثر على طول. بس ليه في مصر بالذات الأسعار زادت بطريقة جنونية؟ هنا بقى ندخل على العامل التاني، سعر الدولار. لما الدولار يعلى سعر الذهب في مصر يعلى معاه، حتى لو السعر العالمي ثابت. كمان في تجار بيستغلوا الأزمات يخزنوا الذهب عشان السعر يعلى ويبيعوا بربح أكبر. طب الحل إيه بقى؟ نشتري ولا نستنى؟ الذهب بيفضل من أكتر الحاجات اللي بتشد الناس، سواء للزينة أو الاستثمار، بس مهم نفهم الأسباب اللي بتخليه يتحرك عشان ناخد قرارات صح. خبراء الاقتصاد المصريين والأمريكان شايفين إن أسعار الذهب هتفضل في ارتفاع خلال الفترة الجاية. يعني أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قال في شهر مايو 2025 جرام الذهب عيار 21 بيتوقع إن ممكن يوصل ل 4800 للجرام. كمان الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي نصح الناس تحافظ على ذهبها. أما في أمريكا بنك جولدمان ساكس توقع إن سعر الذهب هيوصل ل $3000 للأوقية بنهاية 25، وده نتيجة لخفض أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي وزيادة عدم اليقين الاقتصادي. كمان بنك UBS رفع توقعاته لسعر الذهب ل $3200، ومتوقعين نوصل للمستوى ده في يونيو الجاي، وده بسبب المخاطر السياسية المستمرة وتصاعد النزاعات التجارية اللي بتزود الطلب على الذهب كملاذ آمن. سواء في مصر أو على مستوى العالم التوقعات بتشير لاستمرار ارتفاع الذهب في الفترة الجاية. لما الذهب يعلى بيكون مؤشر على وجود أزمات اقتصادية أو عدم استقرار، وده بيأثر على قيمة العملة، أسعار الفايدة، وحركة الأسواق العالمية. وبالتالي أي حد ليه علاقة بالذهب سواء بيع أو شراء أو استثمار لازم يكون واعي ويعرف يتحرك في الوقت المناسب. هيجي في بالنا سؤال، هو في علاقة بين البورصة والذهب؟ البورصات العالمية بتنخفض بسبب الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي. المستثمرين بيهربوا من الأسهم وبيشتروا الذهب كملاذ آمن، فبالتالي سعره يعلى. أما لو كانت البورصات العالمية في حالة انتعاش المستثمرين بيفضلوا يحطوا فلوسهم في الأسهم بدل الذهب، فبيقل الطلب عليه وسعره يقل. كده نفهم ان البورصة والذهب عكس بعض في معظم الأحيان. طب اللي مش قادر يشتري ذهب في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية ممكن يعمل ايه؟ عنده الخيار التاني، الفضة. انت عارف ان الفضة هي سندك وقت الأزمات؟ زيها زي الذهب، الفضة بتكون ملاذ آمن ضد تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية، وبتحافظ على قيمة فلوسك مهما حصل. الفضة زي الذهب بتعتبر ملاذ آمن للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم. في النصف الأول من عام 2024 الفضة حققت أداء إيجابي، وده خلى المستثمرين المصريين يهتموا بيها كأداة ادخار. أداء الفضة في السوق المصري، سعر جرام الفضة عيار 999.9 ارتفع من 850 جنيه ل 1005 جنيه خلال النصف الأول من 2025 بنسبة زيادة 16.9%. والفضة السويسرية ارتفعت من 40 جنيه للجرام ل 46 جنيه ونص بنسبة زيادة 16.3%. الارتفاعات دي خلت الفضة أداة استثمارية جذابة للمصريين، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري. الخبراء شايفين إن انخفاض أسعار الفايدة عالميا واتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة في ظل التضخم واحتمال حدوث ركود، وكمان الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، كل ده ساهم في ارتفاع سعرها. كمان الفضة بتعتبر أداة استثمارية أكتر أمان واستقرار من الذهب لضعف المضاربات عليها وتأثرها الإيجابي بالطلب الصناعي.
والخبراء اللي نصحوا بالاستثمار في الفضة جورج ميشيل رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات أشار لارتفاع سعر كيلو الفضة من 51,500 جنيه إلى 55,000 جنيه، ونصح المواطنين بالاستثمار في الفضة كادخار طويل المدى متوقع استمرار الارتفاعات في الأسعار. وبنأكد إن حلقتنا لا تقدم أي نصيحة مالية أو استثمارية. قبل ما تاخد أي قرار استثماري لازم تعمل بحثك الشخصي كويس وتكون واعي بالمخاطر المحتملة عشان تحمي نفسك من أي خسائر. وهنسيب الذهب والفضة ونتكلم عن البيتكوين اللي بقى حديث الساعة. الناس بقت متقسمة نصين، نص شايف إنه المستقبل والنص التاني شايف إنه فقاعة وهتنفجر. بس لو جينا نبص للموضوع من زاوية تانية هنلاقي إن البيتكوين عنده فرصة كبيرة يهيمن على العالم، خصوصا مع الاتجاه العام ناحية الديجيتال في كل حاجة. ليه البيتكوين ممكن يسيطر؟ أول حاجة، البيتكوين ملوش مالك، يعني مش مربوط ببنك مركزي ولا حكومة، وده اللي بيخلي ناس كتير تشوفه على إنه فلوس الشعب. ومع التضخم اللي بيزيد كل يوم الناس بقت تدور على بدايل تحافظ على فلوسها، والبيتكوين واحد من الحلول دي. أمريكا والإمارات بيدعموه ولا بيحاربوه؟ أمريكا عندها موقف غير مستقر شوية، في جهات جوه البلد شايفة البيتكوين تهديد للنظام المالي التقليدي، وفي جهات تانية شايفة إنه فرصة استثمارية جبارة خصوصا بعد دخول شركات ضخمة زي بلاك روك في المجال ده، غير إن بعض السياسيين بقوا بيتكلموا عن تبنيه رسميا، وده معناه إن اللعبة بقت جد. أما الإمارات فالموضوع مختلف شوية، البلد دي ماشية بسرعة الصاروخ في التكنولوجيا وعندها رؤية إنها تبقى مركز عالمي للكريبتو، والكريبتو عملات إلكترونية موجودة على الإنترنت بس. أبو ظبي ودبي فتحوا الباب على آخره لشركات البلوك تشين وبيحاولوا يجذبوا المستثمرين عشان تجمع الشركات والمشاريع والعملات الرقمية في الشرق الأوسط. يعني ممكن نقول إن الإمارات مش بس داعمة، دي عايزة تكون جزء أساسي من مستقبل العملات الرقمية. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده لو البيتكوين فضل في الصعود اللي هو فيه ومع دعم بعض الدول والمؤسسات المالية الكبيرة؟ ممكن فعلا يغير شكل الاقتصاد العالمي، بس في نفس الوقت الحكومات اللي بتحب السيطرة مش هتسيبه كده بسهولة وهتفضل تحاول تفرض عليه قوانين وتشريعات. السؤال بقى، هل الناس هتفضل تثق في البيتكوين رغم كل الضغوط، ولا البنوك والحكومات هتعرف تخليه مجرد أصل مالي مش وسيلة تبادل حقيقية؟ ده للأيام اللي جاية هتكشفه. وبعد ما خلصت حلقتنا، شايف أفضل استثمار ليك الذهب ولا الفضة ولا العملات الرقمية؟ قولوا لنا في التعليقات. هل انتوا شايفين ان الأسعار هتفضل تزيد ولا ممكن يحصل مفاجآت؟ استنونا في حلقات تانية نشرح فيها أكتر عن الفلوس والاستثمار. وفي الآخر لو ما معكش فلوس انك تستثمر اعمل لنا لايك وربنا هيكرمك.